السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، عنوان لقائنا في هذا الجامع المبارك وفي هذا الجمع المبارك محبة الله. قد يتبادر إلى الأذهان أي محبة المخلوق للخالق، محبة العبد لله سبحانه وتعالى؟ لا، لأن محبة الخالق للمخلوق فطر عليه الناس، حتى الكفار يحبون الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، على قول العلماء الذين قالوا: أي يحبون الأنداد ويعظمون الأنداد كما يحبون الله عز وجل، كما يعظمون الله سبحانه وتعالى. بل الله عز وجل امتحن الكفار لأنهم يدعون محبة الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لأنهم يدعون محبة الله عز وجل. بل حتى الأطفال، لأن الأطفال يتعلمون في البيت من الآباء والأمهات أننا لابد أن نحب الله عز وجل. حتى الأطفال لما يحصل شجار بينهم وخصام يقول الواحد منهم: أنا أحب الله وأنت تحب الشيطان. هذا يحصل بين حتى الأطفال. ولكن موضوعنا اليوم أيها الأحبة في الله معكم بإذن الله عز وجل محبة الخالق للمخلوق. يا الله، محبة الرب للمربوب، محبة الغني من كل وجوه للفقير من كل وجوه، محبة الله سبحانه وتعالى لعباده. يا سبحان الله، هل الله عز وجل يحب عباده؟ نعم، من صفات الله عز وجل المحبة، أنه يحب عباده سبحانه وتعالى، عباده الصالحين، عباده المتقين. قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قدم محبته سبحانه وتعالى. أي من صفات الله عز وجل سبحانه أنه يحب عباده الصالحين. والله أيها الأحبة في الله، لما أذكر محبة الله لعباده نبضات القلب تتزايد، واللسان يعجز أن يعبر عن هذه المحبة. الله جل وعلا الذي لا يحتاج لعباده، الغني سبحانه وتعالى يحب عباده، نعم، بل يتودد إليهم بالنعم ويسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. تعالوا بنا أيها الأحبة في الله نتجول اليوم في بستان محبة الله سبحانه وتعالى لعباده. ما الذي يحصل إذا أحب الله عز وجل عبدا من عباده؟ جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه. يا الله، هل تخيلت ذلك أيها الحبيب؟ هل تخيلت ذلك أيها المسلم؟ إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحببه. لو قيل لك أن ملكا من ملوك الدنيا يحبك، أو أمير يحبك، صاحب منصب وصاحب جاه
صاحب ثروات يحبك، كيف يكون حالك؟ ألا تسعد بهذه المحبة؟ بلى والله نسعد بهذه المحبة. لماذا؟ لأن هذا الملك الذي هو من ملوك الدنيا، أو هذا الأمير صاحب المنصب صاحب الثروات والأموال، إذا أحبني يوفر لي الوسائل التي فيها السعادة من وسائل الدنيا، وسائل المعاش، المركب، المسكن، الملبس، العلاج، السيارات. ما الذي أريد منه سوف يوفر لي، لأنه يستطيع أن يوفر لي هذه الأمور. هذا الذي يجعلنا نفرح إذا أحبنا صاحب منصب من مناصب الدنيا، ولكنه مع ذلك لا يستطيع أن يدخل في قلبك الفرح والسعادة. نعم، هذه الأمور هي أسباب، ولكنها ليست كل شيء. كم من غني وكم من صاحب ثروات وأموال يعيش قلقا حزينا، بل يعيش معيشة ضنكا. وكم نسمع أن التاجر الفلاني انتحر، والممثل الفلاني انتحر. لماذا؟ لأنهم لم يستشعروا بالسعادة مع هذه الأموال التي عندهم، مع هذه المناصب، ولكن السعادة لم تجد مكانا في قلوبهم. أما الذي يحبه الله عز وجل فينزل على قلبه من رحماته ومن السكينة ومن الطمأنينة ومن الراحة ومن السعادة تراه يمشي في الأرض ولكن روحه تحوم بين أو حول عرش الرحمن سبحانه وتعالى. يعيش في الدنيا كأنه في الجنة. وقد قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يدخلوا جنتها. بل هذا إبراهيم ابن أدهم أحد الزهاد يجلس على طرف النهر. تخيلوا يا إخوان، يجلس على طرف النهر وعنده كسرة خبز، ويدخل هذا الخبز في الماء ويأكل ويقول: الله، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف. يا الله، ما الذي عندك؟ ما هذا الملك الذي عندك؟ وما هي هذه الأموال؟ وما هي هذه الثروات ليحاربونك ويجالدونك عليها بالسيوف؟ إنها السكينة، إنها الطمأنينة، إنها الراحة التي يجدونها من الله سبحانه وتعالى. بل كما ذكر ابن القيم في كتابه القيم الوابل الصيب عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لي شيخي، يعني ابن القيم قال له شيخه شيخ الإسلام: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في قلبي أو في صدري، لا تفارقني، أينما رحت فهي معي. أنا سجني خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلادي سياحة. يعيش في الجنة وهو في الدنيا يقول: ماذا يصنعون أعدائي بي؟ بل كذلك يذكر ابن القيم في هذا الكتاب، يقول: لما أدخل شيخ الإسلام في السجن، سجن القلعة، قرأ قوله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يا الله، وهو في السجن الله عز وجل يتكلم عن أهل الجنة والنار. فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة يعني أهل الجنة، وظاهره من قبله العذاب يعني أهل النار. شيخ الإسلام ابن تيمية لما أدخلوه السجن قرأ هذه الآية، يقول: أنا داخل السجن في الجنة وظاهر السجن في عذاب، لأنهم استشعروا لذة الإيمان. ونظن بهم أن الله عز وجل أنزل محبته في قلوبهم، بل أحبهم الله عز وجل. هذا الذي نظن بهم. نعم أيها الأحبة في الله، هذا هو الفرق. إذا أحبك ملك الملوك
سبحانه وتعالى: وإذا أحبك ملك من ملوك الدنيا. ينادي الله عز وجل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه. يا الله، لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة البينة، والحديث في صحيح البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقال أبي بن كعب: وسماني لك؟ الله عز وجل ذكر اسمي؟ الله ذكر اسمي لك؟ يا الله، منزلة عظيمة أيها الأحبة، والله إنها لمنزلة عظيمة، وليست هناك منزلة أرفع من هذه المنزلة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبي بن كعب أن الله عز وجل ذكر اسمه. فأحببه يا جبريل، فيحبه جبريل. جبريل يحبك وأنت تمشي على وجه الأرض، والله عز وجل ذكر اسمك أنه يحبك. هل انتهى؟ هل تنتهي هنا؟ لا. فينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء. يا الله، أهل السماء يحبونك وأنت تمشي على وجه الأرض، لعل جارك الذي خلف بيتك لا يعرفك، ولكن أهل السماء يعرفونك بل يحبونك. هكذا إذا أحب الله عبدا من عباده ثم يوضع له القبول في الأرض، الله عز وجل ينزل قبول هذا العبد الذي أحبه على وجه الأرض، فتراه فالناس يحبونه، أينما يمشي أو يسير يوفقه الله عز وجل لجميع الأمور، ويفتح عليه أبواب كل شيء. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني يحبونه، كل العباد يحبونه. مثل الآن نذكر قصص ومواقف السلف ونترضى عليهم ونترحم عليهم، لم نرهم، بيننا وبينهم قرون، ولكن الله عز وجل أنزل وجعل وغرس محبتهم في قلوب عباده، لأن الله سبحانه وتعالى أحبهم. نعم أيها الأحبة في الله، هكذا يكون إذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا من عباده. وكذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول الله عز وجل: الذي يعادي وليا من أوليائي فقد آذنته بالحرب. قد يقول قائل: طيب ما دخلنا في هذا شيء؟ هؤلاء أولياء الله، أين نحن منهم؟ ولكن من هو الولي؟ من هم أولياء الله عز وجل؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربي؟ الذي يطير في السماء أو يمشي على الماء أو الذي يقلب الحقائق؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله عز وجل، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا أردت أن تكون من أولياء الله عز وجل ليس عليك إلا أن تكون مؤمنا بالله عز وجل الإيمان الحقيقي، وتكون من أهل التقوى. والتقوى فعل الأوامر وترك النواهي. الله عز وجل يحب هؤلاء الذين آمنوا به، الذين يخشونه في الغيب في السر والعلن، هؤلاء هم أولياء الله. ويقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي
بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني أحب شيء تتقرب إلى الله عز وجل الفرائض، الصلوات الخمس، صيام رمضان، الحج، الأمور التي فرضها الله عز وجل عليك هي الأمور التي يحبها الله عز وجل. يعني ينبغي علينا أن نحرص على أداء هذه الفرائض بأحسن وجه. كثير من الناس يهتم بالنوافل مثلا بقيام الليل أو النوافل الأخرى، ولكنه لما يأتي ويصلي الفريضة ترى عنده تقصير مثلا من ناحية الأركان أو الواجبات أو الخشوع، وهذا من الأخطاء. هذه الفرائض هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل، لهذا جعلها الله عز وجل فرائض. ويقول الله عز وجل في هذا الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا الله، الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل حتى يحبه الله سبحانه وتعالى. والنافلة هي العبادات التي ليست فرائض. كل عبادة ليست فريضة تسمى نافلة. فالعبد يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع النوافل حتى يحبه. ينبغي عليك أيها المسلم أن تستشعر هذه اللذة، أن الله عز وجل يحبني. والله لم يوفقك الله عز وجل، ما وفقت للعبادات إلا بعد أن أحبك الله عز وجل. ينبغي على المسلم أن يظن بالله عز وجل هذا الظن. قال الله عز وجل كما في الحديث الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. كيف تظن بالله عز وجل؟ كيف يكون ظنك بالله عز وجل؟ تجد الله عز وجل كذلك. إذا ظننت أن الله عز وجل يحبك فيحبك الله عز وجل. إذا ظننت أن الله عز وجل يغفر لك فيغفر الله عز وجل لك. إذا ظننت أن الله عز وجل يرحمك فيرحمك الله سبحانه وتعالى. هذا كلام الله عز وجل وليس كلاما من عندي. الله عز وجل أرحم الراحمين، بل من أسماء الله عز وجل الودود سبحانه الذي يتودد إلى عباده. بل أول سورة بدأها الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. هو رب العالمين من؟ القوي العزيز، القهار الجبار، الرحمن الرحيم سبحانه. بل كل سورة مبدوءة بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا التوبة. لماذا لم يأتي الله عز وجل بسورة واحدة فيها بسم الله القوي العزيز، بسم الله المنتقم الجبار؟ الله عز وجل رحيم، الله عز وجل يحب عباده، يتودد إليهم، إنه الودود سبحانه وتعالى. هل تريد أن تعرف مدى رحمة الله عز وجل لعباده؟ جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا. الله عز وجل أيها الأحبة في الله جعل الرحمة 100 جزء، أمسك عنده 99 وأنزل جزءا واحدا في الأرض. يقول عليه الصلاة والسلام: فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها خشية أن تصيب ولدها. يا الله، هذا التراحم الذي نراه بين الخلق والتوادد والمحبة والرحمة أكبر مثال يضرب على وجه الأرض في المحبة محبة الأم لأولادها. كل ما نراه من المحبة بين الأب مع أولاده والأم مع أولادها والإخوان فيما بينهم والمسلمين فيما بينهم، حتى البهائم، حتى الحيوانات المفترسة كيف ترحم أولادها، كلها من هذا الجزء الذي أنزله الله عز وجل من 100 رحمة. أي رحمة أيها الأحبة في الله، أي مودة. يعني كل هذه الأمور
من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. لا بد أيها الأحبة في الله أن نظن بالله عز وجل هذا الظن. المسلم الذي يصلي، الذي أخذ بالأسباب، الذي تقرب إلى الله عز وجل بالصلوات والعبادات والنوافل، بل كما تعرفون قصة الرجل الذي كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي قتل 99 نفسا ثم أتممها ب100. ما الذي فعل؟ إنما أراد التوبة بقلب صادق، لم يعمل خيرا قط. أنت تصلي، أنت تتقرب إلى الله عز وجل، أنت تحب الله سبحانه وتعالى، أنت لم تقتل حتى ذبابة. قتل 100 نفس، أزهق أرواح الأبرياء، إنما كان صادقا في التوبة إلى الله عز وجل. فلما خرج وأراد البلاد الذي يعبد الله عز وجل فيها، لما مات في الطريق أمر الله سبحانه وتعالى ملائكة الرحمة أن تأخذه، يعني أدخله الله عز وجل الجنة وهو قتل وأزهق الأرواح الأبرياء، قتلهم، إنما أراد التوبة فغفر الله عز وجل له وأدخله الجنة. كيف أنت؟ لا يحبك الله عز وجل. والله إن الله عز وجل يحب عباده، يحب عباده أكثر من محبة الأم لولدها. كما قلنا ليس هناك مثال أعظم وأكبر للمحبة من محبة الأم لولدها، وأنتم تعرفون هذا. اسمع إلى هذه القصة لتعرف كيف الله عز وجل يحب عباده، مدى محبة الله عز وجل ومدى رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده. كما في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم بسبي. السبي هو ما يؤخذ من الكفار بعد المعركة من النساء والأولاد، هذا السبي. يعني المسلمين يذهبون ويقاتلون الكفار، إذا نصرهم الله عز وجل فيأخذون أولادهم، أولاد الكفار ونساءهم، ماذا؟ سبيا. فأتوا بالسبي، فإذا بالسبي امرأة تسعى تبحث عن ولدها، عن جنينها، عن فلذة كبدها. تخيلوا يا إخوان، يعني استشعرنا هذا الشيء لما كنا صغارا، كيف كانت تحاتي الأم إذا تأخرت عن البيت؟ والآن جربنا مع الأولاد، الزوجة، الأم، إذا خرجوا الأطفال يعني يلعبون في الخارج وتأخروا قليلا كيف تحاتي؟ هذه المرأة تبحث عن ولدها في موقف رهيب، يعني بعد المعركة، بعد القتال، منهم من قتل ومنهم من فقد ومنهم من هو مجروح، الأم تبحث عن ولدها، فرأت ولدها فألزقته ببطنها فأرضعته. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يشاهدون هذا المنظر. تخيلتم يا إخوان هذا المنظر؟ كيف هي فرحة هذه الأم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ هل يمكن أن يكون هذا الشيء يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تظنون أن هذه الأم تستطيع؟ الجواب بديهة لا. الأم تتعب وتشقى من أجل راحة الولد، تجوع من أجل أن يشبع الولد، تسهر من أجل أن ينام الولد، فكيف تلقي ولدها في النار؟ لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذا هو ربنا. أي رحمة، أي محبة أكبر من هذا؟ إذن لا بد أيها الأحبة في الله، كل مسلم، كل مسلمة لا بد أن نظن بالله عز وجل هذا الظن. هذا هو ربنا سبحانه وتعالى. هذه المنزلة التي أردت أن أذكرها، هذه المنزلة ينبغي علينا
أن نعض عليها بالنواجذ ولا نتنازل عنها. ولعلكم البعض منكم رأى العنوان، عنوان المحاضرة: لا أتنازل عن هذه المنزلة. لماذا؟ اليوم تاريخ كم من شوال؟ ذكروني. 21 من شوال، يعني أيام تفصلنا عن شهر رمضان المبارك. معنى ذلك أنك تقربت إلى الله عز وجل بعبادات عظيمة في رمضان. قيام الليل، كنت كل يوم 30 يوم وأنت تصلي القيام لله عز وجل، والقيام ليس فرض، إنما هي من النوافل. أقل إنسان مسلم نقول ختم القرآن في شهر رمضان مرة واحدة. كنت تقوم وقت السحر وتدعو الله عز وجل وتستغفر الله عز وجل وتلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل نادى باسمك: يا جبريل إني أحب فلانا. أنت أيها المسلم، نعم، وما ذلك على الله بعزيز. لعل الله عز وجل نادى باسمك أنت أو باسمك أنت أيتها المسلمة: إني أحب فلانة، إني أحب فلان. هذه المنزلة أيها الأحبة في الله. لو قيل لنا، لو أحد منا حصل مرتبة من مراتب الدنيا أو منزلة من منازل الدنيا، رتبة مثلا كالعسكري يحصل رتبة أو درجة من الدرجات، ثم نزل أمر تسحب منه هذه الرتبة وهذه الدرجة، كيف يكون حاله؟ هل نرضى يا إخوان؟ كيف إذا نتنازل عن هذه المنزلة التي كنا فيها مع الله عز وجل في رمضان؟ والله ليس المحروم الذي لم يرفع رأسه دخل عليه رمضان وخرج ولم يتغير، ولكن نتألم من إنسان كان قريبا جدا من ربه سبحانه وتعالى في رمضان، فلما خرج رمضان ترك وتنازل عن هذه المنزلة. لو أيها الأحبة في الله نسأل أنفسنا سؤال: كم يوم صلينا قيام الليل بعد رمضان؟ لعل السؤال يكون صعبا لبعض الناس. كم يوم؟ 30 يوم وأنت تصلي قيام الليل لله عز وجل. أعلنوا خروج شهر رمضان أو أتممنا شهر رمضان تركت قيام الليل، تنازلت عن هذه المنزلة العظيمة. هل يرضى المسلم بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يصلي قيام الليل فترك قيام الليل. يحذر. قيام الليل ليس خاصا برمضان. إن كنت تظن أن قيام الليل خاص برمضان فأنت مخطئ، بل كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة تقول: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان وغيره على 11 ركعة. يعني هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل يوم يصلي. إنما السنية في رمضان أن تصلى قيام الليل جماعة، ليس هناك أي شيء آخر. ألا تريد أن تكون من أهل الجنة، من صفات أن تكون فيك صفة من صفات أهل الجنة؟ قال الله عز وجل عنهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ألا تريد أن تكون منهم؟ والله أيها الأحبة في الله، ليس هناك لذة ولا سعادة على وجه الأرض أفضل من الوقوف أمام الله عز وجل وقت السحر. اسألوا من وفقهم الله عز وجل لذلك، تراهم لا يتركون هذه المنزلة. تنصب قدميك بين يدي الله عز وجل في وقت الناس نيام، بل هذه من علامات محبة الله عز وجل للعبد إذا وفقه للوقوف بين يديه في هذا الوقت.
لأن كل محبوب يحب أن يختلي بمحبوبه. إذا أحب الله عز وجل عبده أيقظه في السحر ليناجيه ليذكره. أيها الأحبة في الله، أوصي نفسي وإياكم أن لا نتنازل عن هذه المنزلة. كيف حالنا مع القرآن؟ كيف كنا نفرح في رمضان لما ندخل المساجد أو حتى البيوت تسمع دويا كدوي النحل من قراءة القرآن. أين هم؟ أين نحن من كلام الله عز وجل؟ هل القرآن خاص برمضان؟ ينبغي علينا أيها الأحبة في الله أقل تقدير أن نختم القرآن في الشهر مرة واحدة، يعني جزء في اليوم. هذه المرتبة أيها الأحبة في الله أردت أن أذكر نفسي وإياكم بهذه المرتبة وهذه المنزلة العظيمة، أن لا نتنازل عنها بأي أمر من الأمور، بل هي من علامات قبول الله عز وجل لعبادات العبد، أن يوفقه في الاستمرار. إذا قبل الله عز وجل من العبد عبادة فيوفقه أن يستمر على هذه العبادة. وهذا الموضوع أيها الأحبة في الله يطول جدا، إنما أردت في هذه الدقائق أن أذكر نفسي وإياكم أن لا نتنازل عن هذه المرتبة. نعاهد الله عز وجل. قد يحصل فتور، قد ينسى الإنسان، ينشغل بالدنيا، ولكن يرجع ويتذكر يا الله. قد الواحد منا يقول صحيح أنا لم أصلي هذه الفترة قيام الليل، الآن يا ربي أصلي قيام الليل من اليوم، قبل النوم أنوي، بل أوقت المنبه لقيام الليل. من اليوم يا ربي أبدأ أني أقرأ القرآن كما كنت أقرأه في رمضان، لا أتنازل عن هذه المنزلة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على هذه المنزلة، وأن يرفع منازلنا مع الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى وتقبل أعمالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.